الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جميعا أن نقف لنردد النشيد الوطني المغربي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية تحية نظامية لكل كان في هذا اليوم المبارك لمنظمة جمع الشمال الصحراوي الملكي عبر العالم، ما يعادل 174 فرع وطني ويفوق 34 فرع دولي. لنا تغطية كاملة للجهات كذلك. جائزة الحاج المختار السوسي لتكون تعطى سنويا للمناضلين في مناسبة أو في عيد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة وعيد الأمازيغي. فمن هذا اليوم نعلنها رسميا أننا سمحت لنا كذلك درع المختار السوسي يعطى بجميع الفروع الجنوبية والإقليمية للمناضلين الأمازيغيين، وحتى نكون ديمقراطيين كمنظمتنا، يعني المجتمع المدني الأمازيغي أو غير أمازيغي فله الحق أن يتسلم درع المختار السوسي. نعلنها رسميا. والسلام عليكم ورحمة الله. الإنسان أنا شخصيا هنا المدينة اللي كنعرفوا التاريخ ديالها الأخت فاطمة فاضل، السيدة الفاضلة ابنة مدينة أكادير. طبعا كلكم كتعرفوا المدرسة الرائدة في مجال تعليم اللغات وكذلك في مساعدة الطلبة في الخارج. جولدن ستودنت واحد العدد فيكم كيعرفها شنو كتعطي هذه المؤسسة هذه وكتعرف في ماذا تساهم هذه المؤسسة. أن أضع علم بلادي على أكتافي لأنه سيصبح يعني مسؤولية كبيرة يعني داخل المغرب وخارج المغرب. السلام عليكم سيدي الرئيس، أعضاء المنظمة، أيها الحضور الكريم. للمرأة دور أساسي في المجتمع، فهي تقوم ببناء أسرتها ورعايتها لهم من خلال ما يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال. نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجباتها تجاه أسرتها وتربية الأبناء، بل أصبح لها دورا اجتماعيا كبيرا في شتى المجالات، وبناء على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية فإننا نجدها في أعظم أدوارها الأم المربية لأطفالها والزوجة العظيمة التي تساعد زوجها وتقف بجانبه. لقد كرمها الإسلام النبي الشريفة، أدام الله عزها ونصرها وراء القيادة الرشيدة لملكنا الأمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. انتدابكم لي لهذه الصفة هو عربون الاعتراف للمرأة المغربية وتعزيز الثقة في قدراتها التي تسخرها في خدمة قضيتنا الوطنية الأولى تحت شعار الله الوطن الملك. ونشهد على تزكية السيدة فاطمة فاضل كرئيسة المكتب الجهوي للمرأة. سيتفضل السيد الرئيس والسيد المنسق. شكرا سيدي الرئيس، كما سبق الذكر فهو تكليف أكثر من هو تشريف، وأنا أمامكم سأكون إن شاء الله مغربية لحد النخاع، سأكون وطنية لحد النخاع، سأدافع عن القضية الوطنية والقضية الصحراوية أمام المجتمع المدني والمجتمع الدولي وجميع المجتمعات. ودائما أقول أن الصحراء مغربية، شاء من شاء وكره من كره. أنا أفتخر كمغربية وأعتز كمغربية. هذه باقة وضع امتنان ومحبة في تاريخ المنظمة. هنيئا لنا بالمكتب الجهوي للسوس نسا
هنيئا للسيده فاطمه فاضل مره اخرى ولمكتبها وفريق منسجم ان شاء الله غادي يعطي الوقت ديالو. وانا غنقول للسي عمر واحد القضيه مهمه جدا، هذا المكتب هذا غادي ربما يكون من افضل المكاتب. والد واحد الاب، هذه مفاجاه، واحد الاب ابى الا ان يكرم السيده فاطمه لانه وقفت معه واحد الوقفه ديال المعقول مع ولده، واليوم ابى الا ان يستغل هذه الفرصه ليكرم هذه السيده بواحد الهديه. تفضل اب ديال واحد الطالب. فنتشرف بتقديم اسمى عباره الشكر والتقدير للاستاذه والمديره الفاضله السيده فاطمه فضيل، تكريما لها واعترافا بمجهوداتها وتضحياتها من اجل مستقبل طلابنا وطلابات البلد المسلمين. نتمنى لها بالتوفيق. إن شاء الله سأعمل جاهدة لأكون جنديا مجندة وراء صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وأن أزيد لمسات لخدمة المنظمة الصحراوية، وأكون عند حسن ظن الجميع، وأكون المناسبة في المكان المناسب.